السلام عليكم. مهندس خالد حسين طه، شعر المهندس خالد حسين طه عن حرب خزة. مش كل القنابل اللي بتنزل من السما سموم، دي بذور بتبطر على الأرض تطرح نجوم. مش كل القنابل اللي بتنزل من السما سموم، دي بذور بتبطر على الأرض تطرح نجوم. نجوم في السما تطوي وقت السكون، تولد شباب صوته ويهز الكون. عصافير في السما، عصافير في السما تطير بجناحين، تقول السلام كان هنا لكن راح فين. عدو في أرض عايش جبان، بيخاف من خياله ما بينام. لو شاف في يوم أي إنسان، راح يقول ده وحش راح يهجم على الفئران. المقاومة بتصرخ في قلب كل إنسان، تقول أنا عربي ودمي في كل مكان. مش ممكن مش ممكن نتكلم تاني عن النسيان. افتكروا ان الحرب تعني الامان. راح اشيل سلاحي واقول دمك في رقبتي يا خسة وانا المسؤول. لو حطينا عنوان للي بيحصل لأهلنا، راح نقول ده عدو وجه في أرضنا. في أرضنا، يعني حقنا ناكله بترسنا. نهضمه نمسحه من أرضنا، يعني دمنا يعيد مجدنا. وشهيد يموت يرفع من عزمنا. أرضنا مش راح ترجع بعهد مع عدونا، أرضنا راح ترجع بدمنا. يا أرض فلسطين اشهدي لنا إن حقنا في أرضنا مش راح يرجع إلا بدمنا. قالولي بطل مقاومة وروح سالم. تقول جيرانك داوود وولاد سالم، وانت ربوك النهاردة بقنبلة، ايه يعني ما انت سالم. وان ما كنتش راضي بالسلم بكرة تبقى غانم. عيش حياتك وخون بلدك تبقى آمن. فكروني بصلاح الدين لما جمع العرب في حطين. خاف العدو من المسلمين وشافوا العزة في المصريين. وقطز جه قام ببلدي من زمان وحطم أسطورة التتار في الميدان. ولو قلنا 73 كانت الله أكبر تسمع من هنا للصين. العدو كان يرتكف لما يسمع الله، وتيجي أكبر عليه يفتكر قطاه. أصل الزمن ده مش عايز سلام، عايز سلاح في كل مكان يحمي. يصحى إن كان أو بينام يلاقي صاروخ أو تفكير لواحد في المكان. عايز أقول كلمتين. إزاي عدو يجي في بيتي وداري وياكل من أرضي كأنه جاري، ولسه قاتل أطفالي؟ هو ده ما يبقى ستاري؟ لازم أخته وأغسل عاري. هو ده ما يبقاش طاري؟ لازم أخته وأغسل عاري. ابني خدته في حضني قبل ما يموت، وقال لي يا بابا الطيارة دي بتضرب ليه؟ ده أنا طفل صغير، ده أنا طفل مسكين ما فيش سلاح في إيديه. هو الحب اتبدل في قلبهم، هو الحب اتبدل بكره في قلبهم ليه؟ هو الحب اتبدل بكره في قلبهم ليه؟ قول يا بابا لأخويا، قول لبابا لأخويا يشيل سلاح في إيديه وياخد طاري من ولاد الإيه. وقول له يا بابا أنا في الجنة طاير بحلق عليه من أي رصاصة غدر تيجي بين إيديه. وقول له يا بابا واحكي له عن إسرائيل، هي صحيح عايزة تاخد من الفرات للنيل؟